اللهم امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته على احلى متابعين واحلى اخوات. كل سنه وانتم طيبين، وحشتوني من الفيديو اللي فات. جاي لكم النهارده حبايب قلبي بكيكه تايجر، بالكيك اليومي بجد تحفه، مع شويه شاي ينفعنا فطار او عشاء، مع التسويه الصح مع المقادير الصح. بسم الله ما شاء الله، بتطلع معانا الكيك معانا هش وجميل ومظبوط ومش محتاج اي كلام. بوريكم كده الجمال والحلاوه، وهوريكم كده قطع من الكيك الهشة الجميلة. بصوا كده، مش محتاج كلام، الفيديو بيتكلم عن نفسه حبايب قلبي. بس بوريكم كده طراوة الكيكة ولا جمالها. بسم الله ما شاء الله، بجد تحفة. امشوا على المقادير الصح يا حبايب قلبي، هتطلع معاكم الكيكة مظبوطة وهشة ومرتفعة زي ما انتوا شايفين. بتبقى احلى واطعم من التورته حبايب قلبي، بجد تحفة. مع شوية شاي بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا. هوريكم برضو كده القطعة الهشة الجميلة، بوريكم كده الطراوة اللي فيها. بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا. الجمال والحلاوة، الله اكبر. يستاهل بقى منكم حبايب قلبي لايكات وشير للفيديو وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بصوا كده التسويه من فوق ومن تحت، تظبطوا كده الفرن بتاعكم. بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. بصوا كده بوريكم قطعه من الكيكه حلوه قوي، جميل جدا. بوريكم كده مع شويه شاي، بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. يلا بقى نخش ونسمي كده بالرحمن، ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونسمي كده بقى ونقول ونشوف كده الجمال والحلاوة. ولا المقادير بتاعتنا البسيطة: معايا 4 حبات من البيض، معايا 2 من الزبادي، 2 باكت من الفانيليا، 2 باكت من بيكنج باودر، معايا كوبايتين من السكر او السكر حسب الرغبة، معايا كوباية من الزيت على سمنة او زيت بس بينفع الموجود. معايا بقى الخلاط بتاعنا ده كله هنضربه بقى في الخلاط. هننزل بقى كده بالمقادير كلها السايلة مع بعضها. نزلت بالسكر والسمنة والزيت. الفانيليا مش هنزل بيها الا لما نكسر بقى البيض بتاعنا، ادام في بيت يبقى في فانيليا حبايب قلبي. يلا كده نسمي بالرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم. نكسرهم كده، نخلص بقى المقادير كلها ونضربهم في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده. بقى ضربتهم في الخلاط. هنجيب بقى كده الطبق بتاعنا او البولة بتاعتنا، ولازم ننخل الدقيق يا حبايب قلبي. انا عملت 3 كوبايات من الدقيق، بوريكم كده. لازم ننخلهم كويس قوي عشان ندخل الطراوه في الدقيق بتاعنا، عشان تدينا النتيجه اللي انتوا شفتوها بقى كده في الكيكه. تبقى الكيكه بتاعتنا مرتفعه وجميله. واوريكم كده الجمال والحلاوه. ما خدتش مننا دقايق وكنا عملنا الكيكه العظمه ديت بمقادير سهله وبسيطه. 3 كوبايات عملنا احلى صينيتين كيك تايجر، بجد تحفه بدون تكلفه حبايب قلبي. بندخل بقى كده الدقيق زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. كده خلصت، كده هنخلص بقى، ناقص كده كوبايه كمان ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله. حط بقى الكوبايه التانية، وبعد الكوبايه التانية ما ندخلها حبايب قلبي، هننزل بقى كده الاتنين ظرف من البيكنج باودر زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. كده حبايب قلبي كده بقى الكوبايه التالتة كده هندخلها برضو كده. يبقى كده انا خلطت الدقيق كله. هننزل بقى كده بالبيكنج باودر وانا هقلبهم. وحابه اقول لكم ان انا حطيت ذره من الملح على الدقيق، دي سنة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. هننزل كده ونقلب بقى الدقيق كله مع بعضه عشان نتأكد ان البيكنج باودر دخل كده في الدقيق.
بسم الله ما شاء الله. هننزل بقى بالخليط كده في قلب الدقيق ده. بوريكم كده الجمال والحلاوه. هنقلب تقليب يا حبايب قلبي بالراحه كده، عشان احنا مدخلين هوا في الدقيق بتاعنا. هننزل بقى كده بالراحه. بجيب اي حاجه كده في الخلاط، وهنقوم مقلبين بقى تقليب كده بالراحه حبايب قلبي، باتجاه واحد كده زي ما انتم شايفين. لغايه اما الدقيق بتاعنا يختفي كده، يبقى كده العجينه بتاعتنا ممتازه. اوريكم كده. انا مسرعه الكاميرا حبيب الفيديو حبايب قلبي، عشان كده بتحسوا ان انا بقلب بسرعه. لا، انا بقلب براحتي خالص، عشان خاطر الكيكه ما تهبطش معانا. كده قوام الكيكه المظبوط. بسم الله ما شاء الله. بوريكم كده الجمال والحلاوه. معايا بقى الصواني اللي انا هحط فيها الخليط ده، هندهنها من الزبده زي ما انتم شايفين، واقوم نازله عليها بشويه دقيق كده، نبطنها بالدقيق زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. الصينيه التانية نفس النظام. هنعفرهم بقى بالدقيق كده، هنبطنهم بالدقيق، وننزل عليهم بقى بالخليط ده. بس انا مش هنزل بالخليط كله كده، هسيب بمقدار كوبايه كده حبايب قلبي، عشان نحط عليها الشوكولاته بتاعتنا او الكاكاو بتاعنا. زي ما انتوا شايفين كده بوزع كده الدقيق، بعمل لها عازل كده عشان الكيكه بتاعتنا نضمن ان هي ما تلزقش حبايب قلبي. في الوقت ده انا كنت مولعه بقى الفرن طبعا على 180 درجه في الرف الوسطاني. نقوم بقى ايه، ونخلي بقى الكيكه بتاعتنا ايه تستوي براحتها. هننزل بقى على قد كميه الصينيه زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي، واحط بقى في الصينيه التانية. انا خليت بمقدار كوبايه، حطيت عليها معلقتين من الكاكاو الخام. وهنقوم مقلبهم بقى مع شويه حليب حبايب قلبي. هننزل بقى كده نوزع بقى الشوكولاته ديت بشكل عشوائي زي ما انتوا شايفين كده. انا وزعتهم كده زي ما انتوا شايفين. معايا بقى الخله كده، هنوزعها كده ونعملها شكل جميل كده زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله. ونعمل برضو الصينيه ديت جميل جدا، بتدينا بقى شكل وجمال كده للكيكه حلو قوي. كده خلاص هندخلهم بقى الفرن نستوي بقى براحتهم على الرف الوسطاني على 180 درجه، وتكون الكيكه بتاعتنا جهزت معانا. بصوا كده الجمال والحلاوه. بسم الله ما شاء الله، جميله جدا. بوريكم كده. هندخلها بقى كده الفرن تستوي معانا، وهوريكم بقى الشكل بتاعها الجميل. بسم الله ما شاء الله. كده حبايب قلبي خلاص طلعوا معانا، طلعوا بالجمال والحلاوه ديت ونجح الكيكه. بسم الله ما شاء الله. اوريكم بقى كده، هنقطع لكم قطعه بقى من الكيكه زي في اول الفيديو كده. انا بقى سبتها هديت شويه، بس ما هديتش قوي يعني ايه، عشان كنت بصور حبايب قلبي. سبتهاش ما بردت خالص. هقطعها بقى وهي سخنه كده حبايب قلبي اهوت، تبقى جميله جدا. بس اوريكم كده الجمال والحلاوه. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. تسويه من فوق ومن تحت، مش عايزه كلام تاني. ظبطة الفرن بتاعك، ظبطة مقاديرك، هتطلع احلى كيكه وانجح كيكه هتعمليها. في 10 دقايق اكون جاهزه بقى الجمال والحلاوه ده. بصوا كده الجمال. بوريكم كده
الطراوة بتاعت الكيكة وجمالها. هنقطع برضو خرطة من الكيكة ديت او من الصينية ديت عشان اوريكم. الله على الجامد، بصوا كده، الله لسه سخنة اصلا، ما لحقتش تبرد. بوريكم بس كده، بوريكم التسوية وجمالها والمقادير المظبوطة، المقادير الصح. بتطلع لنا بقى الكيكة بسم الله ما شاء الله. لايك يا حبايب قلبي، وشير للفيديو، واللايك اللي بيرفع الفيديو حبايب قلبي بجد جميلة جدا، مع كوباية شاي بسم الله ما شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حفظ الله.